تهانينا فعلا للمنتخب المغربي. هذا أمر لا يصدق، إنجاز كبير تاريخي وليس بالإنجاز العادي. هذا أنت الآن بين 4 أفضل منتخبات في العالم، هذا إنجاز كبير حتى الآن. ولكن كما قال زميلي أبو تريكة الآن، لما لا الحلم بالكأس؟ إذا تهانينا مرة أخرى لهذا المنتخب المنظم المنضبط الذي ركض كثيرا وحارب، ولكن ركض في الاتجاه الصحيح. هذا أهم شيء، وهذا ما يجعله منتخبا فريدا من نوعه. لاعبون ممتازون مهاريون في أفضل مستوياتهم. الحارس بونو تهانينا على هذا المستوى. وناحي كذلك لاعب 8، يا له من لاعب، يا لها من مهارة ويا لها من مباراة. نعم طبعا بالتأكيد. أنا سأقول بأنه قد يبدو الأمر فرديا، ولكن الأمر الأهم في هذا الفريق هو المجموعة بالتأكيد قوية جدا، يلعبون بشكل ممتاز. تهانينا للمغرب فعلا وللشعب المغربي وكل المنطقة العربية. حان وقت الاحتفال. شكرا لك ركا، شكرا بتريكات، شكرا طارق، شكرا محمد. يوسف شكرا على هذه الهدية، وشكرا للمنتخب المغربي كما ذكر محمد، فرح كل العرب وشرف الأعزاء في هذه التغطية حيث